تعالي اقولك على السر الخطير اللي هيخلي السمك بتاعك لونه جميل وذهبي زي ما انت شايفة كده. وغير كمان هيقرمش الطبقة الخارجية بتاعت السمك، وكمان لآخر سمكاية هيفضل الزيت لونه جميل ونظيف. يلا بينا على الوصفة. اهلا بيكم حبايبي، منورين قناه بيتو تشانل. معاكم داليا. هنعمل النهارده السمك المقلي المقرمش بسر رائع جدا جدا موجود في كل بيت. اول حاجه تتبيله بسيطه وسهله وبالطريقه المعتاده. معلقه ثوم مفروم، عليهم معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الكمون، وكمان هحط شويه كركم، حوالي معلقة صغيرة كركم. تمام كده. وهحط شوية خل حلوين. التتبيلة بتاعتي ما فيهاش افتكاسات خالص ولا اي حاجة. وهحط مع الخل هحط كمان ليمونة كبيرة. تمام. عاوزة تحطي بقى شطة حطي، عاوزة تحطي قرن فلفل براحتك، هريسة اللي انت عاوزاه. هقلب كده التتبيلة بتاعتي، وهكون مجهزة السمك بتاعي مغسول ومتنضف كويس جدا جدا ومصفياه ونقعاه في المية بتاعة الغسيل. حطاله ليمون وحطاله ملح وحطاله دقيق. وزي ما انت شايفة كده هو كمان مقطعاه شرايح من بره لما بيكون حجمه كبير. هبتدي اتبله من بره ومن جوه كويس جدا عشان يشرب من التتبيلة بتاعتي، واسيبه بعد ما اتبله كويس اسيبه في التتبيلة في التلاجة لمدة نص ساعة. تمام كده. وبعد كده هنشوف الخطوة اللي بعد كده والكفر اللي هنعمله ازاي. خليكم معايا. معلش هنا في مقطع اتقطع، بس هقول لكم ايه اللي حصل. حطيت نص كوبايه من الكوبايه العاديه نشا، وده السر الخطير اللي قايم عليه الفيديو كله. وحطيت شويه كركم وشويه كمون، بس ما حطيتش اكتر من كده. وده الكفر اللي هعمله. وحطيت عليهم نص كوبايه ميه بارده من الحنفيه، ما ينفعش ميه سخنه نهائي عشان احنا حاطين نشا. هقلب المكونات بتاعتي كويس قوي. والمكونات بتاعتي دي السمك بتاعها او القوام بتاعها قوام خفيف مش تقيل، مش عجينه يعني. اوكي. تمام كده. دي الجزء اللي احنا حضرناه. هحضر كمان جزء تاني عبارة عن شوية دقيق على قد كمية السمك، وليكن مثلا نص كوباية او كوباية الا ربع على حسب كمية السمك دي، بس بدون اي اضافات اخرى نهائي. هجيب بقى السمك بتاعي من التلاجة اللي بقاله نص ساعة شرب التتبيلة عشان يبقى مطعم من جوه ومن بره. ومعايا الدقيق بتاعي اللي مش محطوط عليه اي حاجة خالص، ومعايا الخليط اللي انا عملته من النشا ومن شوية الكركم وشوية الكمون. هحط السمكية في الدقيق الاول، وبعد ما احطها في الدقيق وابدرها كويس قوي. بصوا الاول هنحطها ازاي. هبدرها حلو جدا جدا من اليمين ومن الشمال من ناحيتين كده ومن عند الراس. وكمان هدخل جوه بطن السمكة مكان ما حطينا التتبيلة، هدخل شوية دقيق وبدرهم برضو اهو شايفين. تمام. وبعد ما بدرت كده كويس قوي هكون مجهزة الزيت بتاعي، زيت غزير، لا اما في الطاسة بتاعتك لا اما في قلاية الزيت. المهم هكون مجهزة زيت غزير ولازم يكون سخن جدا، ما ينفعش زيت يكون بارد، عشان لو حطينا سمك في زيت بارد او زيت مسخنش كويس قوي هيشرب كمية زيت كبيرة. وقبل ما بحط بقى في الخلطة السائلة بتاعتي لازم اقلب شوية كويس قوي عشان بيبقى النشا مكتل تحت، فلازم اقلبه كده واغلفها كويس جدا جدا من بره ومن جوه، واحط في بطنها حلوة قوي كمان، يعني اغلفها حلو جدا. وبعد ما اغلفها امسكها كده من بطنها وانا فاتحاها، واقوم قلباها من عند الراس كده، واصفي كل الخليط واقوم نازله بيه على الزيت. زي ما انتم شايفين الزيت سخن جدا، وحطيت التانية بنفس الطريقه.
اتبعوا الخطوات زي ما انتوا شايفينها. ما بحركش السمك نهائي غير لما يحمر وياخد طبقة حلوة مقرمشة من تحت. ابتدي اقلب السمكية اهو، شايفين لونها جميل ازاي، وهبتدي اقلب السمكة التانية. لونه خطير. تمام. بعد ما يستوي ويتقلي وياخد اللون من ناحيتين، بصفيه كده وبحطه مش على مناديل، بحطه على مصفى، على مصفى تصفيه خالص عشان نحتفظ بالقرمشة، وعشان يبقى لونه جميل ما يغمقش ولا اي حاجة. شايفين ادي كمان ضفت السمكتين التانيين اهو لحد اخر سمكايه هوريها لكم. هتشوفوا الزيت بتاعي، الزيت ما اتحرقش، وعشان ما اتحرقش فضل لون السمك محتفظ بشكله، وما احتجتش اغير الزيت ولا اصفي الزيت. مجرد بس شويه شوائب بسيطه هيتشالوا بالمصفى، واصفي الزيت واحتفظ بيه واقليه مره تانية اقلي بيه سمك. تمام كده اهو. شايفين طبعا عملت برضو جنب السمك عملت الرز الصيادية، وانا عملته اكتر من مرة على القناة في وصفات كتيرة من الاسماك، هخليه لكم كمان في اخر الوصفة تشوفوه. هجهز بقى دلوقتي بعد ما خلصت. ادي الرز بتاعي اللي انا عملته الصيادية، وكمان عملت سلطة الطحينة من الطحينة اللي احنا عملناها في البيت، اسيب لكم برضو الوصفة بتاعتها في اخر الفيديو. وادي السمك الجميل الرائع، لونه وشكله وريحته رائعة. عاوزة اقول لكم خطير لحد اخر حتة في السمكة تفضل مقرمشة، يعني رائع رائع. وكمان حضرت السلطة الخضراء بتاعتنا. ادي الوجبة جميلة جدا. وطبعا السمك من الحاجات المغذية قوي قوي، واحنا طبعا خارجين من صيام ومشتاقين جدا للسمك. شايفين عاوزة اقول لكم ان هو مقرمش جدا جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتتبعوا كل الخطوات، وان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم قوي وتطلع لكم السمك لونه جميل، والزيت يفضل نضيف لاخر وقت. وكمان اللون اللي انتوا شايفينه ده هيبقى لون تحفة وجميل. هوريكم السمكة بقى من جوه شكلها ايه، مستوية طبعا. ولازم لما يكون السمك حجمه كبير لازم نعمل له تشريحات كده، سواء بالطول او بالورب كده، عشان يستوي كويس وعشان التتبيلة تبقى جواه. طعمه تحفة. ما تنسوش اللايك والشير، والى اللقاء.